السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله رايحة نشارك معكم طلبيتين، ولكن رايحة نركز أكثر على لابيس مونتي اللي راكم تشوفوا فيها في الصورة. رايحة نبداها من الجنواز للحشو للتغليف، كيفاه حطيت لابيس الثانية على لابيس الأولى، كيفاه لابيس مونتي ما تطيحلناش حتى إذا كانت شونتي كيما اللي راني خدمتها أنا اليوم، كيفاه نلصق لي بيغل هذوكم على الشونتي. المهم كل التفاصيل. نبدو بالجنواز. درت 14 بيضة كاملة، ضفت عليها 410 غرام من السكر، نورمالمون 420، انا درت 410. دائما ننقص كمية السكر. نرجع الميزان للصفر ونبدا نضيف في الفرينة. حطيت اولا 2 ملاعق من الكاكاو ورايحه نكمل بالفرينة. رايحه ندير 435 غرام فرينة، نورمالمون 420 غرام. انا دائما كي نكون رايحه نطيبها في المول يكون عالي نضيف والا نزيد شويه فرينة. نورمالمون الكميه تاع النواشف 420 غرام، انا درتها 435 غرام، يعني هذوك زوز ملاعق تاع الكاكاو راهم داخلين في 435 غرام. هنا رايحه نزيد محسن الجنواز، كل بيضه عليها 4 غرامات من محسن الجنواز. ما ننساش رشة الملح اكيد، ورايحه نحطها في البيتران حتى لن تطلع. هنا الدور تاع المحسن راح يختصر علينا الوقت ويختصر علينا الجهد. لو طون اللي كنت راح نطلع صفاء بياض البيض وحده، ومن بعد نبدا نضيف له في الصفار، ومن بعد نبدا ندخل في الفرينه بشوي، راح نحط كلش مع بعضاه ونحطه في البيتران والا في الباتور. نحاول اني نطلع البول تاع البيتران شوي باش يوصل الخلاط للاسفل، وبعد رايحه نزيد في السرعه ونخلاها تقريبا. انا ندت لي 8 دقائق حتى نتحصل على خليط يكون متماسك بهذا الشكل. يعني انا هنا رايحين نشوفوا كي رايحه نشكل به رقم 8 يبقى محافظ على الشكل هذاك، ما يطيحش خلاص. اي شكل نديره راح يبقى محافظ عليه. هنا انا ديجا كنت موجده المول الاول والمول الثاني، واحد فيه 14 سنتيمتر وواحد فيه 20 سنتيمتر. تاع 20 سنتيمتر هو اللي راح نستعمله لا بيس مونتي، وتاع 14 سنتيمتر راح نستعمله لطارت واحده اخرى. رايحه نحط الكميه الاكثر والا اللي نحطها اعلى هي في المول تاع 20 سنتيمتر. وبعد رايحه نحاول كيفاه نخلطه بالكوردون كما راكم تشوفوا في الصوره، وراهي تيلمو ثقيله ومتماسكه. راهي بقت كيما حطيتها ما تحركتش حتى جبت الكوردون وبديت نسوي لها في السطح تاعها. هنا ديجا كنت مسخنه الفور على درجه حراره 150، نحطهم يطيبوا. بعد مرور ساعة غير ربع نبدأ نتستي فيهم بالكوردون. كنشوفوا خرج ناشف نحي الكيك. طبت لي هذه الصغيرة قبل الكبيرة تاع 14 سنتيمتر دت لي ساعة، وهذه تاع 20 سنتيمتر دت لي ساعة ونص. في الوقت اللي كانت فيه الطيب انا طيبت الشربات، كل كاس سكر عليه 3 كيسان ماء. نخلوها تغلي، تبدأ تغلي، نخليها تغلي 10 دقائق ونطفي عليها. هنا بعد ما طابولي لي كيك في زوز خليتهم في المول تاعهم، ما نحيتهمش وحطيتهم في الفريجيدير تقريبا 4 سوايع حتى بردوا تماما، ومن الأحسن نخلوهم يباتوا. هنا راح نبدأ نخدم في لابيس مونتي. بديت باللابيس الاولى اللي هي فيها 20 سنتيمتر، راح نقطعها باستعمال المنشار هذا، انا شريته ب65 الف، يسهل علينا الخدمه. ونتحصل على طبقات الجنواز تكون كامل متساويه، كيف انا هنا درتها 2 سنتيمتر. وبعد ما طابولي لي كيك هذوما في زوز، درت جنواز الورقه، درت فيها 4 بيضات كاملين، 120 غرام سكر، نقصت شوي درت 110 غرام، و120 غرام فرينة وكاكاو، و16 غرام محسن الجنواز ورشة الملح. خدمته بنفس الطريقة كما خدمت الجنواز هذه، وطيبتهم في سيرسو فيه 38 على 27 سنتيمتر. بعد ما طابوا قطعتهم بسيرسو دائري فيه 12 سنتيمتر اللي راح ندير به لابيس الثانية. يعني انا نورمالمون كنت جيت حابة نطيب كل طبقة وحدها. الطبقة هذه تاع 20 سنتيمتر تدي لي 10 بيضات، والطبقة الثانية تدي لي 4 بيضات، يعني نورمالمون لابيس مونتي كامل فيها 14 بيضة. انجو توا هنا للحشو. بالنسبة للحشو استعملت الشوكولا، هذه اول مرة نستعملها وتحصلت على افضل نتيجة.
في لاموس وشوكولا الذوق تاعها رائع، جربوها وقولوا لي. درت 400 غرام شوكولا نوار، ضفت عليها 120 غرام حليب، رايحه نحطها على نار هاديه حتى تذوب الشوكولا. بعد ما ذبت الشوكولا كامله رايحه نضيف لها 80 غرام حليب يكون بارد. يعني هنا واش استعملت 400 غرام شوكولا نوار و200 غرام حليب. 120 غرام ضفتها كمرحله اولى اللي ذوبت بها الشوكولا، و20 غرام او 80 غرام ضفتها في المرحله الثانيه. رايحه نحط الشوكولا نخليها تبرد ونبدا نطلع الشونتيي. بالنسبه للشونتيي درت 5 كيسان شونتيي، راح نضيف عليهم 3 كيسان ماء بارد. نبدأ نطلع الشونتي على درجة أو على سرعة تكون ناقصة، يعني الدرجة الأولى، وبعد وين تبدأ تتماسك نبدأ نزيد لها في السرعة بشوي. لو طون اللي تبدأ الشونتي تطلع كيما راكم تشوفوا في الصورة راهي بدات تطلع، هنا رايحة نضيف الشوكولا. الشونتي بدات تطلع شوي والشوكولا تكون بردت، ورايحة نكمل نطلع. هنا في المرحلة هذه بالذات كي تشوفوا الخليط تاعكم وإلا الحشو هنا راهو ماهوش متماسك، هنا نضيفوا نبدو نضيفوا بالملعقه تاع الشونتيي نورمال. دائما ونحن نخدموا في الشونتيي سواء في الحشو والا في التغليف نخلو ديما شونتيي بودر موجوده عندنا، لانه اذا تحصلت عليها خفيفه ما عندي حتى طريقه اخرى اللي راح نقدر نصلحها غير اني نزيد لها شونتيي بودر. انا هنا راني ضفت لها ملعقه من الكاكاو نوار، وانا كي استعملت الكاكاو نوار مد لي نتيجه سواء في الذوق والا في الشكل خير من الكاكاو مارون، وحتى الزبائن تاعي اعجبهم الذوق تاع الكاكاو هذا نوار خير. توا رايحه نبدا نخدم. جبت هذا راح نبدا بالطبقه الثانيه اللي قلت لكم خدمتها بجنواز الورقه، اللي قطعتها بالسيرسو تاع 12 سنتيمتر اللي درت فيها 4 بيضات. هنا حطيت سوتارت يكون اكبر ب2 سنتيمتر، يعني عندي سنتيمتر منه وسنتيمتر من اللي هما تاع التغليف. ونبدا نحط الطبقه الاولى نشربها شوي، ديما لابياس مونتي ما شربوهاش ياسر، شويه برك. ونحط الطبقه الثانيه من اللاموس، ونجيب ليسوغ ونبدا ندخل واش كاين حشو خرج، ونحط المكسرات والا الحشو اللي رايحه نستعمله. بعد ما كملتها كما راكم تشوفوا درت لها كوردون في الوسط والا دعامات، المهم حسب المتوفر عندكم في الوسط عليه باش ما تميلش في الفريجيدار لانها ماهيش محطوطه في سيرسو. وانا عليه درت سنتيمتر زايد على اليمين ولا على اليسار، المهم في المحيط سنتيمتر زايد، لانه دائما كي تكون لابياس تاعنا ماهيش في سيرسو راهي رايحه تتمدد، رايحه تزيد تتحل شوي، يعني هذيك مش راح يبقى سنتيمتر منه وسنتيمتر من، رايحين تشوفوها يعني هنا راح تبات في الفريجيدار، تشوفوها كيفاه راح نتحصل الحجم تاعها راح يزيد شوي. نجو لابياس الثانيه هذه اللي فيها 20 سنتيمتر، نفس السيرسو اللي طيبت فيه الجينواز، درت فيه بابي فيلم من داخل، ورايحه نبدا نحط فيه نمونتي فيه لابياس تاعي. نبدا نحط الجينواز نشربها شوي وبعد ندير لاموس ومن بعد نحط شويه مكسرات. بالنسبه للمكسرات والحشو راهو حسب السعر، راح نقول لك مع السعر تاع لاطارت في اخر تاع لابياس مونتي هذه في اخر الفيديو. ودائما الحشو راهو حسب السعر، يعني يكون السعر واحد حبها محشية مليح السعر تاعها راح يكون أغلى، حشو متوسط السعر يكون أنقص، وهكذا. دائما نحاول أنه الحشو يكون أقل شوي من الجينواز، ونكمل نخدم بالطريقة هذه. الطبقة الأخيرة شفتوا اللي طابت اللي كي طابت الجنواز كانت من الأسفل، هي اللي راح نحطها من الأعلى وراح نشوفوا من بعد عليه، خاطر هي اللي من بعد راح تولي القاعدة. نحاول ندخل اللاموس اللي كانت خارجة، وتوا راح نهز البابي سيلوفان ونغطي بيه لابياس تاعي. هنا كنت خدمتهم كامل وخليتهم باتوا ليلة كاملة في الفريجيدار. هنا راهو بعد مرور ليلة كاملة، يعني خدمتهم في الليل، وهنا راني العشية راهي محسوب 3 يعني غدوة العشية رايحة ندير ليهم الدعامات. هنا راني خليتها كما راهي، استعملت هذوما لي سيبور تاع لي بيس مونتي.
قطعتهم بنفس الارتفاع تاع لاطارت كما راكم تشوفوا، نفس الارتفاع، وانا رايحه نستعمل 4. كاين اللي يستعملوا زوز بركه كي تكون طبقتين، لكن انا نحب نضمن انها لابيس توصل كيما راهي. هنا رايحه نحطها في الكونجيلاتور تجمد شوي باش تساعدني في الخدمه، غير الوقت هذا برك. ورايحه نروح ندير التغليف نفس الشيء. درت 5 كيسان من الشونتيي ورايحه نضيف عليهم 3 كيسان من الماء البارد، ونخلي الكاس الرابع حذايا بارد، ونبدا نطلع بشوي. دائما نبدا على السرعه تكون في الدرجه الاولى، ونشوفها بدات تتماسك نبدا نزيد في السرعه حتى نتحصل على القوام اللي انا حبيته. دت ليا تقريبا ربع ساعه وانا نطلع فيها. نخلي الباتور ما نغسلوش، نخليه حذايا، ونخلي حذايا كيف كيف لا شونتي البودر تاع الشونتي، لاني رايحه نخدم هنا. عندي لا بياس مونتي فيها 2 بياس، وعندي لا طارت دوزيام. يعني هنا واش نحتاج كي نكون نخدم مثلا، انا نخدم في لا بياس هذه الاولى اللي فيها 20 سنتيمتر كما راكم تشوفوا هنا. نخدم فيها هي الاولى، يعني لا شونتي راح تكون نورمال. لكن كي نكون راح نبدا نخدم في الثانيه ونكون طولت في هذه، كي نرجع للشونتي نبدا نخدم بها، راح تبدا تجيلي في الحبيبات ولا في الفقاعات. وش نولي ندير قبل ما نبدا نخدم؟ نخلطها شوي، نطلعها شويه بالباتور، نلقاها بدت آه، يعني القوام تاعها ماهوش ثقيل، يعني بدت تخفف شوي. نضيف لها شويه من البودر تاع الشونتي ونطلع، ترجع تحكم روحها، وهكذا حتى نكمل البياس تاعي كامل. ونخدم بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. انا هنا ما استعملتش لي ديسك. اللي تحب تضمن الخدمه تاعها تستعمل لي ديسك، يعني تحط ديسك من فوق. مثلا هنا هذا تاع 20، دير واحد 21 ولا 22، نديرو 22. وبعد ما كملتها تحصلت على نتيجة اللي انا حبتها، يعني ناقصة اقل عيوب. منش راح نتحصلوا على حاجة مثالية، يعني راح تكون فيها صفر ديفو، مي راح نتحصل على حاجة بنسبة 99% تكون هذيك هي النتيجة اللي انا حبتها. هنا جبت سوتارت، درت فيه ثقب في الوسط، لازم يكون في الوسط قد قد، ويكون اكبر شوي من الحجم تاع لابيس الثانية. هنا راح نشوفوا بعد علاه درت هذاك الثقب. بعد ما بديت نليسي فيها كانت تتحرك لانها الشونتي راني نستعمل فيها ثقيله، وليت هنا حطيتها فوق سوتارت واحده اخرى باش تساعدني في الخدمه. يعني راني خليتها هذيك اللي فيها الثقب وزدت حطيتها فوق واحده اخرى. وكي بديت هنا باش ندير التغليف تاع لابياس هذه الثانيه، راني عاودت خلطت الشونتي وضفت لها شويه من بودره الشونتي. وتوا رايحة نحطهم في الفريجيدير ونخليهم يباتوا ليلة كاملة. هنا رانا الصباح، يعني بعد ما خليتهم في الفريجيدير جبتهم قبل بساعة حطيتهم في الكونجيلاتور، يعني قبل ما نبدا الديكوراسيون حطيتهم في الكونجيلاتور. علاه؟ باش السطح هذا يكون جامد. اول حاجة جبت سيرسو فيه 14 سنتيمتر، حددت به السطح تاع لابياس هذه. هنا باش نحدد المكان اللي رايحه نحط فيه لابياس الثانيه، وجيت في المنتصف وحطيت هذا هذوما دعامات تاع لي بياس مونتي، لكن انا درت فيه الارتفاع تاعو يكون اعلى من لابياس هذه باش نحط فيه من فوقه لابياس الثانيه. وتوا راح نبدا في الديكوراسيون. نبدا بلي بيغل. اول حاجه راح نستعمل هذوما الصغار الرقاق خلاص، ونبدا نهز بشويه ونضرب على المكان اللي حابه يكونوا فيه لي بيغل. انا حبيتهم يكونوا في الاعلى فقط. درت رقاق واللي اكبر منهم شوي واللي اقل شوي. نجيب لابياس الثانيه رايحه حتى هي ندير لها نفس الشيء اللي هي لي بيغل بنفس الطريقه اللي درتهم في لابياس الاولى. وبعد رايحه نجيب لالوش اللي راكم تشوفوا فيها في الصوره، نهز بها لابياس
من جهة راهي ايدي ومن جهة تاعي في اليد تاعي اليمنى راني هازه بلالوش، وين نحطها في الثقب قد نحي ايدي ونكمل غير بلالوش، رايحة تهبط في الوسط تماما. وهنا راح نكون ضمنت انها دعامات ديجا راهم من تحت ربعة هزين لابيس الثانية، وفي نفس الوقت الدعامة هذيك اللي في الوسط راهي ماهيش راح تخلي لابيس الثانية هذه تتحرك خلاص. جيت في الحواف هذوكم اللي باينين وعمرتهم بالليبيغل هذوما اللي يكونوا كبار. وتوا راح نزينها بالورد. استعملت الورد هذا في اللون الغاز كما طلبته الزبونة، وراح نزيد ندير معاهم الغاز فونسي. بالنسبة للورد انا راني نمسحو، نغسلو مليح ونمسحو، ما نديرو لا بابي سيلوفان، ما نديرلو والو، هنا راني ضامنه انه نظيف. واخر حاجه هنا راني حطيت لي بيغل حتى في السطح وحطيتهم في لو تاع لابيس من بين لابيس الاولى والثانيه. جبت الطوبر كيك هذا، نحيت له كاين واحد الورقه تجي من الخلف وورقه اخرى تجي من الامام، نحيتهم في زوز. هنا راني بقيت حابه نزيد ورده اخرى لكن لاحظت انها تجي شارجيه ياسر، وكان هذا الشكل اللي تحصلت عليه وكان عجب الزبونه. توا راح نقول لكم على المقادير اللي استعملتهم في لابيس هذه كامل، وكيف كيف على اهم النصائح اللي نستعملوهم باش نتحصلوا على انها لابيس مونتي ما تطيحش. نبدو اول حاجه بالنسبه لابيس هذه راهي الطبقه الاولى فيها 20 سنتيمتر، طيبتها في مول 20 سنتيمتر يعني جتني 22 سنتيمتر بعد التغليف. الطبقه الاولى 22 والطبقه الثانيه 14. بالنسبه للجينواز الطبقه الاولى دت لي 10 بيضات، الطبقه الثانيه دت لي 4 بيضات لاني طيبتها بجينواز الورقه. بالنسبه للحشو راهي 3 كيسان ونصف شانتيي مع 300 غرام شوكولا تكفيكم للحشو. 300 غرام شوكولا نوار مع 3 كيسان ونص شانتيي. التغليف 3 كيسان ونص شانتيي. ودائما بالنسبة للتغليف الشانتيي دائما نديروها ثقيلة على قد ما نقدروا. هذه بالنسبة للمقادير. بالنسبة باش نضمنوا انها لاطار تاعنا ما تطيحش ولا بيس تاعنا توصل كيما راهي، راح نخدم بالكونجيلاتور لكن ما نخدمش به على اساس باش يجمد لي لاطار، نخدم به باش يبردها، يعني تبرد من برا فقط. هذا علاه انا راني لابيس هذه خدمتها بالكونجيلاتور غير في الديكوراسيون. حاجة أخرى لازم نقولها لكم، التشراب ايفيتو التشراب ياسر في لي بيس مونتي. نشربوها لكن شوية برك. المهم نورمالمون هذه هي المعلومات اللي حبيت نفيدكم بها. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. ما تنسوش تخلوا لي جيم كومنتير، واللي عندها تجربة في هذا المجال تخلي لنا كومنتير باش نستفادوا كلنا من بعضنا. بالنسبة للسعر انا لاطارت هذه حسبتها 800 ألف. الحشو تاعها كما شفتوا موس شوكولا ومكسرات. هي نورمالمون يعني حسب من بعد ما حسبت السعر وحسب ما شفت السلعة تاعي راهي تجي من 900 ألف 950 ألف ماكسيموم. ويبقى سعر يختلف من ولاية الأخرى ويختلف حسب الوقت لأنها الأسعار تاع المواد قاعدة تطلع وتهبط. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم وفدتكم ولو بالقليل. ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومنتير باهي. أترككم الآن في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.